أنا اللي بقيت بالماضي عم عارك فيك. هل الشامي يعيش قصة حب حاليا؟ لا، حب وحنان، الأمور رايقة الحمد لله. عادي شو بتحكي عني؟ لأعطيك روحي قربان قولي لا لا. أكثر من السعادة هو فوزي بالتحدي، لأنه القصة تبعي هي عبارة عن تحدي، فبكل تراك وبكل شغلة بعملها بكون عم فوز فيه. ده حقيقي، فالشامي هو من أكتر الفنانين ترند الفترة دي، وأغانيه بتحصد ملايين المشاهدات وتعتبر من الأكثر انتشارا على تيك توك. فهاشتاج أغاني الشامي حصد أكتر من 14 مليون مشاهدة على التطبيق. لتيك توك كمان نجم بالموسيقى تبعك، الفيديوز عم يروحوا فايرل. بالنسبة للتيك توك يعني لما لقيت انه الناس اوريدي هي عم بتشير وعم تتفاعل وعم بتكون حيوية معي، حسيت انه اوكي ما لازم اكون موجود، انتوا لحالكم عم تعملوا اللي لازم ينعمل. فمن اشهر اغاني الشامي هي اغنيته سميتك سما اللي شكلت حالة كبيرة على تيك توك، عشان كده حبينا نعرف منه ايه قصة الاغنية دي. هلا هي بصراحة قصة كتير قديمة، مو وقتها انه تنحكى، بس حسيت في شعور جواتي عم بيقول لي اختم هي القصة، نزل تراك اختمه مشان ما تضلك عبالك تحكي الشيء اللي كان لازم تحكيه، لأنه أنا كنت عم بحكي اشياء بعيدة عن سميتك سما، هو كان شيء بيلمسني ولمس الناس والحمد لله. سميتك سما ما بيناسبك إلا نجم. والاغنية اللي كمان لمست الناس هي بفديك اللي بقت محققة اكتر من 46 مليون مشاهدة على اليوتيوب في وقت قصير. هي لعيونك بشعل حرب لعيونك. صغير كبير 44 من اخر مره شيكت انا على الموضوع. هلا أنا كبرار راسي شوي. هلا هو 43 مليون ما بعرف، أنا آسف، رقم الحمد لله كتير 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 كبير، عم نشتغل على شيء أكبر من هيك بكتير. بس خلينا اياها. أنا اللي بقيت بالماضي عم عارك فيك عالفاضي، شوف العيون عميانين تذكر شو خطيت كرمالك كمان. والملفت ان كان للشامي تعاون مميز مع اسماعيل تمر في تراك حمل عنوان لا مبالي، واللي كمان حقق نجاح. خبرنا شوي عن تجربتك مع اسماعيل تمر. إسماعيل أخ وصديق وعزيز وإلهي بيقبش قلبي بالقباشة. حدا أعطاني من خبرته، هو حدا مخضرم بالفن، احتواني بفترة من الفترات من خلال الاستشارات والنصائح، يعني في علاقة شخصية بتربطني بإسماعيل، مو بس إنه إسماعيل فنان، لا يعني أنا خاويته بظل الله يرحمه مرض والدته لحد ما وفاته، أنا كنت على كتفه، وهو بأي أزمة مريت فيها بهديك الفترة كان معي. عقلي طالب عزلة حتى يعتزل وجوه الناس، لأنه العقل زينة وحده. بس الشامي لحد النهارده ما عملش حفلات جماهيرية، عشان كده حبينا نعرف منه السبب. درست حالات وشفت الجو العام من هي الناحية، وما حبيت أكون متسرع، لأنه مثل الأوديو مثل الكليب مثل أي تراك عم بكتبه ولحنه واشتغل عليه، بدي الناس تجي تحضر الحفلة تبعي تعيش وترجع تسمعها للحفلة وترجع تحضرها وترجع بدها تجي مرة تانية، ما بدي يكون بس طالع اعمل حفلة لأنه طالع اعمل حفلة. وبعيدا عن أعماله الفنية، السؤال اللي كتار من معجبين والبنات حابين يعرفوا إجابته إذا هو مرتبط حاليا ولا لا. شو وضع المعجبات معك؟ انت سوزين. لا، حب وحنان، الامور رايقه الحمد لله رب العالمين. حنان. من منطلق فاقد الشيء يعطيه، فدائما حب وحنان بوزع للاكابر. الشيء اللي فقدته طول حياتي هلا عم وزع لهم اياه ببلاش. في حدا مميز؟ لا ما بعد. بشبوش انت المميز حبيبي. انثى؟ لا حاليا ما في حدا، لانه كثير مركز على شغلي، كثير مركز على حياتي المهنيه، كثير مركز على مستقبلي. عادي شو بتحكي عني؟ ما بعد العادي عادي.